اهلا بيكم في فيديو جديد. النهارده هنعمل مع بعض الشنطة الكيوت القمر دي. شنطة سهلة وسريعة وكمان مش بتاخد خط كتير. الغرزة من اسهل ما يكون والنتيجة روعة زي ما انتوا شايفين كده قدامكم، متماسكة جدا. الشنطة كمان حجمها حلو قوي من جوه زي ما هتشوفي دلوقتي. اذا اول مرة تشوفيني انا اسمي منى، ما تنسيش تشتركي في القناة. مستنية رأيكم في الكومنتس، تقولولي كمان بتتابعوني من اي مكان. لايك وشير لو عجبك الفيديو. يلا بينا هنبتدي. استخدمت 350 جرام من خيط السلسلة سمكه 2 مللي ونص، واستخدمت معاه إبرة رقم 4 مللي. هنبدأ الأول بعمل القاعدة بتاعة الشنطة. عملت عقدة بداية وبعدين عملت 20 سلسلة. خلصت 20 سلسلة هبتدي أشتغل في حلقات ظهر السلسلة اللي ورا دي، أو السلسلة دي مش بشتغل فيها، وهبتدي أشتغل من حلقة ظهر السلسلة التانية دي وهعمل غرزة حشو، وهفضل شغالة غرز حشو على حلقات ظهر السلسلة كلها، يعني هعمل 19 غرزة حشو. خلصنا 19 غرزة حشو، هرتفع سلسلة وهبتدي اشتغل تحت الحلقتين برضو غرز حشو. هشتغل على 19 غرزة حشو برضو 19 غرزة حشو. هفضل مكملة السطر بتاعي غرز حشو، وهرتفع بال19 غرزة دول عدد سطور. انا هنا اشتغلت بالظبط 11 سطر. هنعدهم ازاي؟ ادي كده 2 4 6 8 10، واخر سطر ده هو ال11. هرتفع بقى سلسلة وهبتدي اقفل الجنب بتاعي ده بغرز الحشو. اخر كل سطر هعمل غرزة حشو، يعني هعمل في الجنب 11 غرزة حشو. بدخل كده نهاية كل سطر واعمل غرزة حشو، دي كده الاولى. اخر السطر التاني ده مكانها كده بالظبط، وهعمل غرزة حشو، دي كده الغرزة التانية، وبعدين ده نهاية كده السطر التالت. بدخل كده اخر السطر التالت واعمل غرزة حشو كده التالتة، بعد كده دي كده الرابعة، وهفضل بقى شغالة لحد ما اكملهم 11 غرزة حشو. واخد بالي ان انا اريح ايدي في الغرز بتاعة الحشو، ايدي ما تبقاش مشدودة. خلصنا ال11 غرزة حشو، هبتدي اشتغل على الجنب التاني. هدخل كده تحت الحلقتين وهاخد معايا خيط البداية ده انضفه تحت الغرز، وهشتغل على الجنب 19 غرزة حشو. خلصنا 19 غرزة حشو، وصلنا للجنب اللي عليه الدور. اعمل 11 غرزة حشو اخر كل سطر. كملنا 11 غرزة حشو، هبتدي بقى اروح للجنب اللي عليه الدور وتحت الحلقتين كده،
وهشتغل غرز حشو، يعني هشتغل بالظبط 19 غرزة حشو. كده قفلت القاعدة بغرز الحشو. الطول بالظبط 17 سنتي، والعرض كان 9 سنتي ونص. هروح بقى للسلسلة اللي عليها الدور دي، وهدخل كده تحت الحلقتين واسحب خيط واعمل غرزة حشو، وهعلمها لان هتكون دي هي بداية السطور عندي. هي للغرزة اللي بعدها هبتدي اعمل غرزة حشو برضو، بس مش هعملها تحت الحلقتين. انا هنزل كده الحرف ال V ده، وهدخل وراه حرف ال V كده، اسحب خيط واعمل غرزة حشو، وبرضو اريح الخيط بتاعي على الابرة. الغرزة دي اسمها غرزة القوقعة، والغرزة اللي عليها الدور غرزة حشو عادية تحت الحلقتين. الغرزة اللي عليها الدور بعمل حشو برضو، بس مش بعملها تحت الحلقتين. انا بدخل بالابرة بتاعتي كده ورا حرف ال V ده، وبعمل برضو حشو. هلف كده بالابرة ورا حرف ال V ده، اسحب خيط واعمل غرزة حشو، وطبعا منساش اريح الخيط بتاعي على الابرة. اللي بعديها غرزة حشو عادية تحت الحلقتين، واللي بعدها غرزة حشو بس ورا حرف ال V مش تحت الحلقتين. هدخل بالابرة بتاعتي كده ورا حرف ال V، اسحب خيط، اريح الخيط بتاعي على الابرة، وبعدين اعمل غرزة حشو. الغرزة اللي بعديها غرزة حشو عادية تحت الحلقتين، بدخل تحت الحلقتين، اسحب خيط واريح غرزة الحشو دي على الابرة عشان ما تضايقنيش في السطر اللي بعدها. واللي بعديها هشتغل ورا حرف ال V غرزة حشو، واللي بعديها حشو تحت الحلقتين، واللي بعديها حشو ورا حرف ال V. وهفضل بقى شغالة بالطريقة دي، حشو تحت الحلقتين، واللي بعديها حشو بس ورا حرف ال V. اهم حاجة ان انا الخيط بتاعي يكون مرتاح على الابرة، مش ادوش خالص عشان السطر اللي بعده ما يضايقنيش في الشغل. هفضل بقى مكملة بالطريقة دي لحد ما اخلص الدوران بتاع القاعدة كله. انا هنا خلصت السطر الاول في الغرزة بتاعتي، فاضلي بس اخر غرزة، واخر غرزة عندي هتكون غرزة حشو عادية تحت الحلقتين. هفك بقى العلامة، هلاقي انا اصلا كنت شغالة حشو عادية تحت الحلقتين، دي هتبقى حشو بس ورا حرف ال V، وبعدين ارجع اعلمها تاني. واللي بعدها هتكون غرزة حشو عادية، واللي بعدها غرزة حشو بس ورا حرف ال V. بنزل كده بالابرة ورا حرف ال V، اسحب خيط واريح الخيط بتاعي على الابرة واعمل حشو، واللي بعديها حشو عادية تحت الحلقتين، وهكذا بقى اكرر. اللي كانت في السطر اللي قبليها حشو عادية هتبقى حشو ورا حرف ال V، واللي كانت حشو ورا حرف ال V هتبقى حشو عادية تحت الحلقتين. وهفضل بقى شغالة بالطريقة دي لحد ما اوصل للعلامة. انا هنا عملت السطر التاني خلاص، واخر غرزة عندي كانت حشو عادية هتبقى حشو ورا حرف ال V.
اول غرزة عندي في السطر كانت حشو بس ورا حرف الفي، هتبقى بقى حشو ايه، حشو عادية. هدخل كده تحت الحلقتين واسحب خيط واعمل غرزة حشو، وانا الشغل بتاعي دوران بدون اي فواصل. هدخل في اللي بعديها كانت حشو عادية، هتبقى حشو ورا حرف الفي، وبعدين اللي بعدها كانت حشو ورا حرف الفي، هتبقى حشو عادية تحت الحلقتين، وهكذا بقى اكرر وافضل شغالة دوران كده بدون اي فواصل لحد ما ارتفع عدد سطور. انا ارتفعت بالغرزة بتاعتي 14 سنتي. هفك بقى العلامة بتاعتي وهبتدي اشتغل غرز منزلقة تحت الحلقتين. بدخل كده تحت الحلقتين اسحب خيط وبعدين اطلعه من اللفة اللي على الابرة، وهفضل شغالة غرز منزلقة على الغرز بتاعتي كلها لحد ما اوصل للعلامة. كده خلاص وصلنا للعلامة، هفكها وهبتدي اروح للغرزة اللي ورا غرزة المنزلقة دي، وبعدين اسحب خيط واعمل غرزة منزلقة وارتفاع سلسلة، وفي نفس المكان اعمل غرزة حشو واعلمها. شغلي بيكون تحت الحلقتين في الغرز اللي هي ورا غرز المنزلقة دي. كده غرز المنزلقة انا ما بشتغلش فيها، انا بشتغل في تحت الحلقتين في الغرز اللي وراها دي. هفضل بقى شغالة غرز حشو لحد ما اوصل للعلامة. خلصنا خلاص السطر الاول في غرز الحشو ديت. غرزة المنزلقة اللي انا كنت عاملاها، ودي سلسلة الارتفاع انا ماليش دعوة بيهم. انا بدخل كده في اول غرزة حشو عملتها دوران، واعمل غرزة حشو مرة كمان واعلمها، وهفضل بقى شغالة غرز حشو كده دوران لحد ما ارتفع عدد سطور. انا شغلت 10 سطور من غرز الحشو، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، ووصلت للعلامة بتاعت اول السطر. هفكها وهنشتغل السطر الاخير. هشتغل السطر الاخير ازاي؟ بدخل كده تحت الحلقتين وبعمل غرزة منزلقة، وبعدين اعمل سلسلة، وبعدين اروح للغرزة اللي بعدها تحت الحلقتين اعمل غرزة منزلقة، وبعدين سلسلة، واللي بعدها تحت الحلقتين غرزة منزلقة، وبعدين سلسلة. وهفضل بقى ماشية بالطريقة دي على طول السطر. خلصنا خلاص السطر الاخير في الشنطة. هنبتدي بقى نفصل الخيط ونكون اخر غرزة. هسيب سلسلة وهدخل في اللي بعدها تحت الحلقتين وهسحب الخيط على بره، وبعدين هرجع تاني للسلسلة اللي طالع منها الخيط، وهدخل كده في قلب السلسلة واسحب الخيط على جوه، وده بيعمل معايا شكل السلسلة بالظبط. وبعدين ابتدي بقى انضف الخيط بتاعي تحت الغرز. وكده انا الشنطة عندي جاهزة. بنفس الخيط اللي انا اشتغلت بيه جسم الشنطة قصيت فتلتين كده هعملهم عكس بعض،
وده هيكون الشداد اللي هيقفل لي وش الشنطة. عديت 5 سطور من غرز الحشو اللي احنا عملناها دي، وابتديت ادخل كده في الجنب اعد 4 غرز وادخل في ال5 وهكذا. فضلت ماشية بالخيط على سطر واحد كده، افوت 4 غرز ادخل في ال5 وهكذا دوران لحد ما رجعت تاني بالخيط للمكان اللي انا بدأت منه في الجنب. وكده انا خلصت الفتلة الاولانية في الجنب. هاجي من الجنب التاني وهدخل برضو بالفتلة بنفس الطريقة تحت الخيط اللي قبليه بالظبط، يبقوا هما الاتنين كده متوازيين لحد ما اوصل للجنب تاني. ركبت اللوجو بتاع برنسس ميد. السلسلة اللي عندي طولها متر، انا قصيت فتلة كده من نفس الخيط بتاع الشنطة طولها 2.5 متر تقريبا، وابتديت ادخل كده بالطريقة دي، ادخل في حلقة واطلع من اللي بعدها رايح جاي بالخيط كده على طول السلسلة كلها لحد ما اخلصها. خلصنا السلسلة كلها، هاجي على اخر حلقة كده وهبتدي ارجع تاني ادخل بالابرة في الجنب اليمين بتاع الحلقة، وهاجي للحلقة اللي بعدها هدخل بس في الجنب الشمال، وبعدين ارجع اغير. انا دخلت في الجنب الشمال، يبقى في الحلقة اللي عليها الدور هدخل في الجنب اليمين، وبعدين دخلت في الجنب اليمين يبقى في الحلقة اللي بعدها هدخل في الجنب الشمال، وهفضل بقى ماشية بالطريقة دي على طول السلسلة كلها. دخلت هنا في الجنب الشمال يبقى ارجع في الحلقة اللي بعدها من تحت كده وادخل في الجنب اليمين، وهكذا اكرر. اشد الخيط بتاعي ما بسيبهوش مرخي وفي نفس الوقت ما بشدهوش جامد، وده بيكون شكل الايد. ولما بوصل للاخر خالص بربطهم هما الاتنين عقدة عادية، وبعدين بقصهم وبعملهم بالولاعة وزيادة التأكيد، بخيطهم في بعض بإبرة الخياطة. ركبت حلقتين سهلة الفتح صغيرين في الجناب عشان اعرف اركب فيهم الايد. الشنطة مش هتاخد معاكي اي وقت خالص، طريقتها سهلة وممتعة. مقاسات الشنطة واي تفاصيل ما قلتهاش في الفيديو هتلاقيها موجودة عندك في صندوق الوصف. اذا كنتي لسه ما عملتيش اشتراك اعملي اشتراك يلا بسرعة عشان في حاجات جامدة جاية، واستنوني في فيديو جديد.